ايه 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 عشان المايك. هي فرحتها في الحياه، فرحتها في الحياه ليه؟ معلش دي كده عشان بس الصوت بتاع المايك وهو بيجي. عارفه بقى معلومه ان كلاكيت دي بتبقى عشان الصوت. تعالوا نجيب واحده حلوه. طب والله جامد، احنا فعلا محتاجين بتاعه كلاكيت دي. نركب تسأل احنا محتاجين نبطل نعمل كده. يلا نبدأ. احنا محتاجين نقول ان هي بحوالي 2000 جنيه. ايه ليه نعملها في ما اعرفش، انا كنت بحثت عنها في مره ب 2000 كام جنيه. كلاكيت لحد دلوقتي؟ احسبي دول كام 2000 جنيه. انا عايزه 4000 جنيه. بتلاقي الراجل اللي بيعمل كلاكيت ما بياخدش 2000 جنيه. غالبا. طب ليه انا ممكن اعملها دي اي واي؟ تاخدي 2000 جنيه؟ هاخد 500 جنيه. احنا هنقول ايه بقى؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر. يلا بينا يا جماعه انا حاسه ان النور كانت المفروض تيجي في النص. لا مش مهم لا. عشان نعمل لها قتله وما حبيناهاش صح؟ ايه؟ عارفه الحلقه بتنزل ونور مش في وهي قاعده مع مامتها. انا هنا انا خرجت التلفزيون. عارفه اللقطه بتاعت البابا لما قالت الاعلان النور كان على وشه؟ ادي يا نور مش قصدنا يعني. لا يا ستي والله قصدك منورة يا نور. ولا قصدك الله ده نور. بس مش رمضان فايبس خلصت ولا انت لسه مكملة معاكي؟ لا أنا رمضان في القلب. انا جبته في رمضان وما عرفتش البسه عشان الجو ساقع فقلت والله انت ابدا. مش جيتي بيه برضه الفطار؟ لا مين الموبايل بيعمل تسجيل في التصوير؟ طبعا يعني الجرس دوت احنا جايبينه لان احنا ناس تافهه عاديه، مش أو هنعمل بيه حاجة. مش بيريليت اي حاجه. وممكن هنعمل بيه حاجه؟ ايه العمق ده يا يوسف؟ طول عمرك هو انا ليه بسمع الفويس نوت واحنا بس بنصور؟ اديني بس نصايه، اديني ساعة نصاية؟ وساعة ونص ساعة. الموبايل بيريكورد ده ما كله. بين الحلقة اه. والتانية. ما هو الفنان كريم عبد العزيز في التصوير لما بيجي له تليفون لازم يرد عليه لان هو مهم. طيب سامع بص. آخر أجندة في الفرع. خلاص ماشي تمام، مبروك عليك. ده مين ده؟ أنا. برضه؟ ممكن ربنا يكرمه. انا هيجي لي اجنده صح؟ جايلي في الأجندة البيضاء. 24. البيضاء شكرا. انا يعني اولا فات 4 شهور من السنه، ثانيا هو انتوا بتعملوا ايه بالاجندات دي؟ مش ما مهم. عملناش اي حاجة، 30 أنا لازمه. ان شفتكم في حلقه جايبين اجنده منهم. أنا معايا نوت بوك في الشنطة. انا مش في الشنطة، معايا، بس ده المرة طول الجاية عمرها إن في شاء الله الشنطة. لا أنا بستخدمهم برسل فيهم حاجات. حلو. طيب القواعد دلوقتي يا جماعه بعيدا عن ده جاي ليه اصلا، بس هو دلوقتي قاعدته معلش انه بقى. اول ما هنضغط عليه سكوت، ده كلاكيت اللي هيتكلم الاول يبقى حمار. طب ماشي، وانا كده ممكن ايوه لغايه يعني اللي داس عليه هو اللي الأول يتكلم. قبل بالظبط كده. بس انا عايز اقول حاجه، انا عشان ادوس عليها انا محتاج ان انا اعمل كده. يعني انت ان شاء الله ما تحتاج اللعبة، ابقى قول لي وانا هعمل، انما احنا بعدينه عشان فيرينا. دنيا. طب يا جماعه طب أنا بس- رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، وعيد سعيد عيد ورمضان مبارك كريم. وعيد مبارك صحيح. اتفرجتوا على ايه في رمضان؟ الحشاشين وكامل العدد مذاكره. هي بتسمع. وعمل شقه. يا نور اشغال شقه. يا نور. إيه نور، مش هنطردك والله عادي، انت بقيتي موجوده فعادي ممكن تقولي لا. هي اصلا اول ما جت قالت انا عملت ايوه فهي. والفكره انها عملت حاجات احنا مش عايزين. هي اتفرجت على والله كامل العظيم يا العدد. فاطمه سيبوني على الوليه دي. والله العظيم. لا ليه كامل العدد ده اثبت نظريه. كامل العدد بلس جماعة وان. حلوة قوي. حلوة قوي. والله حلوه قوي. انت ما عجبكيش؟ لا هو بس يعني هو وافلام العيد اثبتت ان يعني اي ممثله عايزه تشير بتلبس بدله رقص. انا عايزه البس بدله. بقول لك كانت جامدة. لا طب امينه أجيب. خليل كانت طالعه بدله رقص. انا هموت ادخل الفيلم اساسا عشان امينة خليل. ده فيلم ايه ده؟ مش عارفه بس أنا الفيلم اللي شفتها. طلع فيه محمد ممدوح محمد شقاوة؟ عبد العاطي. شقاوة. ثانيه انا شقه. شق ومش ما اختلفناش. طيب نرجع مرجوعنا. رخص. شفت ايه في رخص. شفت ايه في بعدين مش هنختزم مسلسل. لا يعني بصي بقى يعني فكك من دي اصلا، أوكي. بس فكنا برضو من الافلام اللي احنا شفناها. اوكي. بس بما اننا بتوع كتب أيوة. في حاجات كتير اتحولت لافلام. ده حقيقي. إيه بقى؟ بتسألني في كام واحد؟ إيه لا كتير. ايه؟ 3 4. ايوه متأكدة. 3 وفي أربعة. في بلس واحد وان. هنتخانق عليه، انا قلت فيرينا وانا وهي ما وصلناش لاجابه في الموضوع ده. عارفين ان بيقولوا ان صيد العقارب متاخد فكرته من روايه ذا جاد فازر. ده طبعا. ده لما مامتك تعمله لك في البيت. ده بجد والله، ده بجد ده ده مكتوب لما تحاول ترزع اي حاجه كده عشان تبين ان هي جامده. اه. يعني مع احترامي الشديد لغادة عبد الرازق، دي أنا ملكة بحبها ملكتنا بس لا. ستنا ستنا. اتفرجت على ايه يا يوسف؟ شاركنا بغض النظر اتحول روايات ولا ما اتحولش. حشين. بس
مش كله هو أصلاً. كان في تاسك لازم يعمل. حشاشين بس. وانت يا فنانه؟ هقول لكم يا جماعه، انا الحاجه الوحيده اللي شفتها كامله غالبا كان كامل العدد والحشاشين. شفت كام حلقه من جولر، ويعني انا وقفت لحد بس شفت اللي فنانه مهنا اسمها ايه، هنادي مهنا طالعه ازرق فازرق على اساس ان هي كده دليله المرميد. انا واتقفلت من الحياه كلها. مين قال لك ان هم قصدهم كمان؟ يمكن قصدهم انها رنجايه طبعا. يا بسيخه، مع احترامي الشديد للفنانه، بس بتعملوا ايه؟ وشفت اول يا جماعه دي حلقة- الحلقه الاولى من سيزون 2، غالبا مش هيبقى في حلقات بعدها. ده حقيقي. أتفق. يا جماعه شفت اول حلقه من لحظات غضب وناويه تكمله بس ما كنتش فاضيه. شفت اول كام حلقه من امبراطوريه ميم لحد ما اتفقعت مرارتي ووقفت. اوكي ماشي. احنا كده خلصنا الحلقه. بس خلاص. السنة اللي فاتت كان في 3 مسلسلات معمولين من روايات. نفس مذكرات النسبة كده. زوج. مذكرات زوج وسر الباتع ومفروض الصفارة. المفروض برضو سفارة كان ده معمول مسخره من من ايه؟ ايه؟ ساوند اوف ثاندر. المفروض برضو. بص هو لازم يبقى فيه مسلسل جاي من ازاي؟ رواية وعامل نفسه جاي من رواية. هو ممكن ما لازم- بيعرفوش لازم. يقروا انجلش، فالموضوع هي الفكرة ترجمه جوجل. الترجمة. الروايه بترجمه جوجل. هي الفكرة بتاعت أثر الفراشة دي، إنك لما ترجعي للماضي لو وقعتي قلم على الأرض القلم ده ممكن طب ما حد مش يساعدك. معنى ان انا خدت كوت او خدت جملة من كتاب ان انا كده دي وجهة نظري اه. تحترم، بس احنا هنعمل مسلسل. لا ماشي ماشي. فالسنة دي في هو راجعيني هوا كان السنة اللي فاتت ولا لا راجعين لا هوا لا كان قبلها لا، ده ايه ده عدى عليه حبة حلوين. سنتين. مالك في ايه؟ بس راجعين هوا كان من مسلسل. كان من رواية. طب نتكلم عن مسلسل مقتبس من رواية. لا معلش، مقتبس من رواية. حشاشين مش من امبراطورية ميم. امبراطورية ميم. ايوه، ما هي مش هتبدا ايه القرف بالحشيم. ده يا جماعه اتكلم عليا لحد مبدئيا؟ اتكلم عليا لحد عشان قلت المسلسل كان سيء. اتكلم عليا ما هو انت لازم يتقام عليكي الحد المسلسل ما كانش سيء، المسلسل ما كانش المفروض يتصور. المسلسل كان بكتير قوي 10 حلقات وشيرو ميان السيد وحلا شيحه واستاذ كاستنج كله. ابن ومجدي ابن نور. يا جماعه نور بجد. مع احترامي ليك بس يعني نور انت اوفر قوي. هو انا كنت بجزع. ثانية واحدة. ما شفتش المسلسل بس ثانية. بس دي كرة عيني. ماشي. هو ده أنا مسلسل بهز متاخد أصلاً. عشان الناس برضو ما تعرفش، متاخد من مجموعة قصصية اسمها بنت السلطان. لحسن عبد القدوس من اصدارات الدار المصريه اللبنانيه، ولما نزلوها السنه دي نزلت على الابجد، هي موجوده ابجد لسه مش وقتي. وسموا المجموعه القصصيه غيروا اسمها امبراطورية الامبراطوريه ميم. عشان حاسه ترند انها بقى حركه وكده. مش حلوه خالص. عشان ترند وكده. تمام. والرواية دي كانت معمولة فيلم طبعا زمان قوي، مش فاكرة طبعا بطولة فاتن مين. أحمد مظهر يا وفاتن فاتن يا سعيد. الله عليكم يا شباب والله. ذاكرين. تمام. ندي ريت كده علاقة الرواية بالمسلسل، نسبة التشابه. نص من 10. الاسم. نص اللي هو نص في العشرة في 0.5. المية. بني آدم محترم. ايوه الاسم وحته بس الانتخابات بس كده. كويس جميل. وحتى الانتخابات عملتوها غلط. يعني هو فكره ان في انتخابات فكره مين اللي فاز، فكره ايه اللي حصل، لا هو كان مسلسل عباره عن لميلي الترندات اللي حصلت يا ابني وحطها. ده حتى كولين هوفر مع تهيب. وفكره يا جماعه ميان السيد عايزينها تطلع بنت محنكه وكده، ممسكينها كتاب ايه؟ اجلي لاف. انت عارفه ايه اللي في الكتاب ده؟ صدقيني مش عايزه تعرفي. هي اكيد مش عارفة. ما بالظبط هي اكيد مش عارفة. بالظبط. تفتكر كانوا والكتاب جايبين كان كوبي. كنت لسه هسأل. ايوه الكتاب كان كوبي. حتى مش صادقين. الانتاج ايه؟ ممكن اقول حاجة، هم اكيد ما يعرفوش اصلا ان في حاجة في الدنيا اسمها كتب كوبي وكتب اوريجينال. ودي حاجة غريبة يعني، انتوا المفروض في الوسط ومفروض ان اغلب الناس بيبقوا سنة. اصلا اللي هم مقتبسين منها المسلسل هما ما قروهاش. بس تمام. فاكيد يعني مش هيعرفوا ان في كوبي اوريجينال. شافوا مشهد من الفيلم. ده حقيقي. ايه ده، في مسابقة في فكرة تانية انك تحرف بقى الرواية بعيدا عن هما واخدين الرواية كاملة ولا جزء منها. انت تحرف الرواية عشان في قضية او في فكرة في دماغك، عايز بقى اللي هو يلا كل القضية احشري امراض نفسيه. هتفحك القضية. حد هتفعل كمله للاخر القضية. طيب؟ شفت اخر حلقة كم منه. حلقة؟ 30. كتير قوي. ما استحملتش. انا يا قلت لك انا جماعة، ما اتفرجتش عليه، ما بس انا كنت استحملتش بتفرج من مشهد حين للاخر لان بابا التلات. كان بيتفرج عليه وكان عاجبه. اوكي. فأنا يعني كملت معاه اللي هو بسمع. فجيت في الحلقه الاخيره قلت اشوف بقى ايه اللي هيحصل. في رجاله كتير قوي وفي ستات حلوة. شاوت اوت لعمو لو بيتفرج. تمام اتفضل كمل. الفكره يعني ان هو الحلقه الاخيره انا قلت اتفرج اشوف ايه اللي هيحصل. فيعني ايه النهايه دي؟ كليشيه قوي. لا هي مش كليشيه، يعني هو مفيش نهايه. واضح بس جو ان احنا في البيت
محدش يخرج يا جماعه، لا قدامنا ما خرجناش، يعني بصي محدش هم هيهدنا. 10 صفحات، هم كانوا 10 صفحات 16 صفحه لا ايا 10 يكن صفحات ورا. ايا يكن هم مطيناهم ما وعملنا منهم مطيناش. مسلسل، احنا شلناهم وعملنا مسلسل. شيلناهم وعملنا منهم مسلسل. اعمل نهايه، يعني جيت على النهايه ونسيت تكتبها. هو ثانيه واحده، هو ده المسلسل الوحيد اللي جت على النهايه مش لا بس هم مثلاً عاملينها قال كان- ايه كاسقاط بقى، واللي هو فلسطين وانا ما دمي تعبوش في الكتاب اللي فلسطيني. كانت ماسكاه، انت فاهم احنا فين؟ انت فاهم الفرهده، ليفل الفرهده هم كانوا تعبانين في الكتاب. الناس على تيك توك فرحانين جدا بالمسلسل، بيقولوا انه خدم القضيه. يا جماعه ما كانش بيتكلم على البيت، كان بيتكلم على الوطن. يعني اوعى الاستعاره. حنيكه الامراض النفسيه ان احنا نحشرها في المسلسلات عشان تبقى ترند. لما تبقى عامل مسلسل 30 حلقه، في 30 حلقه انت مش عارف تظهر فيها اعراض مرض، فتيجي ممثله تنزل بوست تشرح فيه عن المرض وان تصرفاتها دي ما كانش بسبب الباي بولر، كانت بسبب ان هي واحده مش متربيه عندها انجر ايشوز. فانت كده بتوصل 30 حلقه بتوصل ان هي عملته ده عشان ده باي بولر، ده ما كانش باي بولر. هو ما جابش اي حاجه عن صعوبه ما دي باي بولر مرض عقلي، على عكس البي بي دي اللي هو مرض حاجه يعني بيرسوناليتي ديس اوردر. ده مود ديس اوردر ده لازم تاخد له ادويه، لو ما تاخدش ادويه فده بيؤدي ان الشخص ممكن يقعد يعني فجاه هو اكسايتد جدا، فجاه ممكن يقعد بالايام على السرير. ده ما ظهرش في المسلسل، ده ما ظهرش الابس اند داونز الاكستريم دي. هو كل اللي ظهر مادي شخص مش متربي متعصب، هو كده هي عندها باي بولر لا خلاص. في مشهد في اول كام لما حلقة انهارت وراح لها لا لما كانت بتعامله في يوم حلو وتاني يوم الصبح راحت مديه وش، فهو قال لها وانت يعني تعليق على المود سوينجز يعني. بس يا دي لهوي هي دي المود سوينجز الرهيبه اللي انا كده ممكن اشرح. لا وشفتوها لما دخلت اي حد اي حد بني ادم طبيعي اصلا ضرب لما كان واقف مع بنت تانية، راح زهقت انت بتعمل ايه، انت اصلا انا ما اعرفكش، انت مش صاحبي. وقررت ان هي خلاص مسحته من دماغها، لان هي طبعا سهل ان هي تموف اون لان حياتها سهله وعشان امراضها النفسيه. ممكن اقول حاجه، هو بجد يعني هما محتاجين يقعدوا مع دكتور نفسي او يقعدوا مع حد حتى اتليست عنده باي بولر يشيلهم كل العبث اللي هما كاتبينه. محتاجين جزء من الانتاج يبقى في هما محتاجين يبطلوا ياخدوا من الروايات يعملوها مسلسلات عشان احنا ما نضطرش نتفرج. تمام، فما يبقاش بقى يعبسوا مع نفسهم. بلاش حشر امراض نفسيه انتوا مش عارفينها ومش عندكم وعي كامل ليها ومش عارفين تكتبوا عنها كويس. طيب المسلسل اللي احنا كلنا المفروض اتفرجنا عليه او اتفرجنا على جزء منه، يعني هو مش مقتبس من روايه، ولكن الكاتب بتاعه قال ان هو جايب 70 مصدر. ايه 70 مصدر باين. لا المؤلف بتاعه 50 مصدر و70 كتاب و12 سنه اعداد. لا هي الفكره ان المؤلف بتاعه كاتب روائي، مش اعداد الفكره فكره تمام. هو المؤلف بتاعه كاتب روائي، فيعني احنا برضو هنجادج. انا عندي سؤال. في الفتره دي ما كانش فيه كتب، لان المغول جم حرقوا كل حاجه. جاب منين 50 كتاب او 50 مصدر؟ المؤرخين اللي كانوا عايشين والمستشرقين اللي اكيد كانوا عايشين. هتصرف ب 50 زي ال 20 مليون كتاب عن الحشاشين اللي طلعوا فتره عرض المسلسل، سبحان الله. ده يا جماعه لا انا مش هجرب اقرا حاجه من دول. ده اكيد. لا انا بكلمك عن مصادر مؤرخين، ما هو كان في مؤرخين عايشين في حتت تانية كانوا بيحتكوا بالناس دي، بس طبعا هتظل المصادر دي وجهة نظر يعني. بالظبط. انا عارف ان المصادر قليله جدا وان مفيش حاجه اصلا موثوق فيها، واحنا مش عارفين اصلا هل الحشاشين دول كانوا موجودين ولا لا في الاساس اصلا. اوكي دي اصلا وجهة نظر تانية. اوكي ماشي تمام. كده يعني نريد بقى نسبة يعني مش عايزه اقول بقى نسبته بالروايات عشان طبعا هو مفيش روايات الجديدة كلها هاكس يعني. بس يا جماعه ثانية انا اسفه اني بقاطعك، بس في دار نشر ما في اثناء عرض المسلسل نزلت كتاب عن الحشاشين ولا احنا دلوقتي كنا متضايقين قوي من ان احنا استهلكنا تحدي 5 ايام لكتابه روايه. تمام، فاحنا غالبا عملنا تحدي غير معلن ل5 ايام برضو لكتابه كتاب بمصادر. فيعني مش روايه، يعني الروايه ممكن نهلس، انما كتاب احنا هقول لك ليه. عشان انت مسكت موضوع خلاص الناس كلها بقت عارفه ان هو مفيش مصادر موثوقه فيه، فاي حد يطلع يهبد يقول اي حاجه محدش هيرجع وراه. بس اظن التهبيد عن تهبيد يفرق يا جماعه. يفرق معاك انت بس ما يفرقش في العموم. هو مجرد ان الروايه هي ده مش عارفه ان مجرد ما تحط الاسم ده على الكفر شكرا ابداع. بالذات برضو ان الناس مش هتقرا حاجات ضخمه او حاجات حقيقيه، هي عايزه حاجه روايه كده خفيفه تعرفها الدنيا. ممكن اقول حاجه، هو كده اصلا ده ترند وهيعدي، يعني محدش بعد 2-3 هيقعد يقرا عن الحشاشين. هو مش فكره سنتين، هو شهر وخلاص. يا جماعه هو صناع العمل نفسهم حاملين نفسهم وكاتبين على البوستر بتاع المسلسل من وحي التاريخ عشان ما حدش يتكلم معاهم في ان احنا عاملين حاجات صح ولا لا.
هم مأمنين نفسهم يعني عن القصه دي. لا بس قبل ما حد ما يجي يقول ان احنا بنسلخ في العمل ومش عارف ايه، لا هو العمل كان كويس. لو هنيجي نتكلم عن ان هو قصه بعيدا عن التاريخ عموما او يعني انا شايف ان هو مثلا اول 20 حلقه هو في كان مش عارف يعني ملل انا شويه في النص بس كان أنا اول 10 حلقات كانوا هايلين، الباقي اتزنق في الديدلاين. لا انا بدأنا انا بقى شايف نعبس. اللي هو من اول الحته بتاعت يحيى، ويحيى يخش القلعه، ويحيى يحب مش عارف مين، ويحيى يعمل مش عارف ايه ماشي. طب ما هي دي تقريبا احنا بنتكلم عن الحلقه ايه 15 او 16 حاجه كده يمكن قبل كده كمان. لا اظن 14 لا ايا مثلاً يكن، بس حاجة. هي من اول الحته دي حسيت ان هو بقى يعني احنا كنا ماشيين على اساس تاريخي منطقي، في حاجات بنحطها من وحي الخيال لان احنا ما نعرفناش تاريخ، وفي حاجات من التاريخ عادي هو مظبوطه بيحطها من ناحيه الخيال عشان هي خدمه تفكيره هو. بالظبط، فايا متخيلة يكن كده. بالظبط يعني اوكي ده الشويه الاولانيين. الشويه اللي متبقيين بقى احنا بدأنا نعبس. اوكي. بس اللي هيفيد فعلا من المسلسل ده ان احنا بدأنا ان احنا نعرف نعمل انتاج بالحجم ده، ونعرف ان احنا نعمل حاجات بالحجم ده. الايلاع والحرب والفي اف اكس اللي كانت شغاله، هي طبعا يعني لو حد بيفهم شويه في الفي اف اكس هيشوف ان هي كانت نوعا ما مش كويسه قوي، فيك شويه، بس يعني كويسه الحمد لله، احسن من الحمد لله بقى الحاجات في التانية. ده غير ان في لقطات بيبقى غالبا الممثلين في لقطه في حرب السلطان كان بيجري في الاول، فانا مش فاهم ايه اللي حصل. هو غالبا وشه كان فيه حاجه، او هو مثلا وشه ما كانش باين كويس، او طلع اوت فوكس، فهم حبوا ان هم يعملوا لها ماسكينج او حاجه، فهو بيجري وشه عمال يعمل كده. اي شفتها. هو ممكن هو يكون حاجه الواد ابو دقن ده ممكن حاجه الحرب بتاعت الحلقه ال11 دي صح؟ بتاعت ال11 لا اللي بعدها في الحلقه اللي كل واحد بيتكلم فيها على لقطات الحرب ما شفتها، كانت فاكسانه يعني كانت حلوه، بس يا جماعه مش هي كان عدد الناس كان قليل قوي، يعني انا حاسس ان هو كانوا بيكرروا البتاع نفس البتاع تاني وهو نفس يعني البني ادمين. يعني انا حاسس ان هو عدد الناس كان ممكن يزيد شويه، بس الفي اف اكس اللي كانت محطوطه كانت كويسه. هو كان الحرب اللي في الاول دي هو جايب ان احنا محاصرين بعدد قليل واللي بيهاجمونا عددهم قليل، هو كان عايز يعملها خناقه ضيقه من الاخر. لا بس هو العدد القليل ما كانش قليل، الجيش مش قليل لدرجه ان هم 5 خيام باين مش عارف ولا كده. لا هو كان عايز هو كان فوكس عايز يعملها كده. والحلقه الثانيه بصراحه انا الحته بتاعي انا يعني انا سبت كل حاجه في الحلقه ديت ساعتها وقعدت اعيد في الحته واعمل كان طالع بالجيش كله. هما بيتكلموا على المعركه الاولانيه في الحصار ده. القليل فيهم كان اللي كانوا حصل السباق. لا اللي كانوا سابقين، لا لما الجيش في جزء منه سبق وحاصر عند البحيره. اللي سبق دول كانوا 4. ايوه اللي سبقوا دول كانوا شويه صغيرين. لا كانوا 4. لا اللي كانوا قاعدين في خيم على النهر اللي بعد كده هو سمي لهم النهر والجنود بداوا يموتوا. دول كانوا كام خيمه، هم دول المعركه الصغيره اللي كانت عاديه. ماشي انا قصدي ان هو وقت بقى ما بدات الخناقه ديت استمرت كذا ساعه. الناس سبحان الله بتموت وتطلع. الفكره ان انا يعني بشوف ايه السين المفروض ان احنا يبقى فيه ناس كتير وفي مثل ابطال، بس انا دلوقتي السين في مثلا ورا 5 6 بيحاربوا والبطل هنا، و5 6 هنا بيحاربوا والبطل هنا، و5 6 بيحاربوا والبطل هنا، فانت دلوقتي لو جيت تجمعهم هتلاقيهم ان هم 20 واحد. فماشي بالمنطق كده 20 واحد قاعدين من بالليل لحد تاني يوم الصبح. لا هو احنا لو مشينا من الكونسبت ده هو عنده غلطات كتير يعني. يعني اللبس بتاع الجنود ده مفيش مصدر بيقول ان احنا هندخل. انا مش مشكله في اللبس كله، بس البتاع الرداء ده ما بيحدش بيدخل بيه معركه يا اسطى، ده يكعبل اصلا. بس كان شكله قمر قوي. انا في الدريس بتكعبل، هو هيدخل بس معركه كان حلو دي، ما هو مش سوبر مان. ايوه ده الاوتفيت تحفه. انا الحاجه الوحيده الاوتفيت فعلا اللي كان عاجبني قوي اللي هو حاسس ان هو ما فيهوش غلطات بتاع حسن صباح. ماله؟ حاسس ان هو ما فيهوش حاجه غلط. كريم عبد العزيز هو البني ادم ده لوحده كده يعني. طب انا ممكن اعلق تعليق. انا حاسه انا كرنج قوي. انا مش حاسه ان كريم عبد العزيز كان بيمثل شخصيه حسن الصباح. انا حاسه ان هو حسن صباح. حاسه ان لا انا مش شايفه ان هو جامد. انا شايفه ان دي شخصيه كريم عبد العزيز يعني. هو حسن الصباح. لا هو انا مش حاسس كده. ما اضافش للشخصيه يعني، مفيش اختلاف. هو ده كريم عبد العزيز يا جماعه. انا ما اعرفش لو هي كده يبقى هو كده كاستنج كويس. كريم عبد العزيز يعمل اللي هو عايزه. لا ثانيه بس بقول لك ايه، انا لا اسال سؤال. انا هفكركم بمشهد لما بدايه الفيل الازرق، لما كان قاعد قدام الدكتور في البتاع المصحه وكان لابس النضاره وعامل نفسه عنده فراسه وبيحلله نفسيا وبتاع، نفس تعبيرات الوش ونفس لا هو بس الفرق ان هو رفع دقنه شويه. والله لو جبت اللفظين انت عارفه رفعت الدقن دي واخد فيها كام؟ لا اظن لا يعني، بس عموما حتى انا بحس ان هو ساعات احنا لو جبنا حتى ممثل ما خليناهوش يجتهد قوي في الدور لان هو اصلا شخصيته لايقه على الدور من غير ما يعدل فيها، فدوت بيبقى كاستنج كويس. انت عارف انا بالنسبه لي كريم عبد العزيز مثل امتى؟ في اخر حلقه دي اللي انا ما شفتهاش لسه. سنه كبر قوي وبدا يعمل
بس اللي هو ميت اكتر بس اللي هو عايش. لا ما ماتش هو تلاقي انت ما كملتش الحمص. مش هيموت مات. مش هيموت. بعدين هو يعني اي حد بني ادم هيموت فطبيعي. وبعدين وانا هقول لك حاجه، ده هو احنا الطبيعي حتى إن هو الان ما مات. نعرفش هو ايه اللي حصل له فعلا في الاخر يعني. عارفة المصادر النكتة. اللي نوعا ما الناس متقبلاها ان المغول هم اللي حرقوا القلعه بتاعته في الاخر، بس احنا ما نعرفش هو راح فين. لا زي هتلر بقى هرب في الخندق ولا أيوة، حاجة. ما نعرفش. النبي هيموت فقالت لها ايه ده ما تحرقليش انا لسه في اول فاول كده بدي. لا بس هي الفكره بصراحه انا شايف ان هو كان لايق قوي على الدور، واحمد عيد بقى هو اللي مثل. مش طبيعي. احمد عيد بقى مثل يعني. ده الصدمه. لا، ده الصدمه بقى. على اخر الحلقه ثانية بس. كلها جمعت ان هو احمد عيد. انا لا انا في الحلقه حسن الرابعه الرداد حد ده قال جامد لي برضه. يعني. مين شبه حسن الرداد؟ ما اللي يمكن هو يطلع كان ممثل حسن دور عمر الرداد. خيام، بالنسبه لي هو حسن الرداد بس على نضيف. يا جماعه هو ممكن اول حاجه عمر خيام اول 10 حلقات كان كرنج قوي، بعد كده بدا يظبط. بدأ يظبط، هو كان كرنج قوي في بصراحة، الأول، مش بستحمله. ايه اشعار عمر الخيام؟ انا بقراها انا بحبها قوي. طب ماشي بس هو هو لا، مش كرنج في اشعار، هو شخصيته كرنج اللي طالع. هو في فرق ان انت تبقي كرنج في اشعارك وان الشخصيه نفسها تبقى كرنج. ما هو ايه ده؟ لا لا ما هو في الاخر طب ما هو خلاص لو هو ماشي، هو دلوقتي الشخصيه كرنج ده هو بدأ كبير بعد الحشاشين. الحلقه العاشره. ده إيه؟ فمورجي. بدأ بعد الحلقه العاشره نحس ان هو بدأ ان هو يبقى عميق كده بعد وهادي الحلقه ورزين. 10 بدا تمثيله يظبط. اه فده مشكله يعني، ده كان فيه مشكله. تلاقيه غير مش حاسه النوع من اللي بيشربه. تمثيله، حاسه شخصيته بس عشان صاحبه قتل صاحبه التاني والعهد اللي ما ممكن، بينهم يعني ممكن. هي تطورات في شخصيته. احنا ممكن نبص للناحيه ليها منطقي. كده او نبص ليها كده، بس ممكن ممكن برضه عشان الناس التانية اللي كانت معاه كانت عالية قوي، فهو بان ان هو مش جامد زي الناس التانية. وكمان برضه كان عامل برزك مين؟ برزك أميد. انا اصلا قعدت حابه برضه استوعب ان ده اللي كان في حكايات بنات الها ايه. ده اللي كان ده كان هو بصراحه حكايات هم بنات مثلوا، هو ممكن حاجة؟ الكاست كان عارفة حلو. حكايات بنات دي عدى عليها كام سنة؟ ده الجزء الثالث عدى عليه بتاع 3-4 سنين. انا هقول لك حاجه يعني الرابع الرابع اللي انا ده. مش معترفه بيه اصلا. أيوة ده. البنت الأول كان كتير. والبنت اللي هي اللي طالعه حبيبته ديت، انا اصلا بحس ان هي سارة تمثيلها في الشامي. الطبيعي كرنج، بس يعني في ايه بتبصي؟ سارة الشامي. حاسس ان تمثيلها في الطبيعي كرنج، بس يعني المسلسل ده مبلوعة يعني. ماشي تمام. يعني ماشي، انا معترضة معاكم على الايفورت ده كله، على الايفورت ده كله. ما احمد كانش عبد ينفع. الوهاب. تحفه. احمد عبد الوهاب. لا يا جماعه. انا عندي هو احنا لا يا دلوقتي جماعة. بنريتهم على اساس ايه؟ عشان حاسه ان احنا دخلنا في حاجات تمثيل تانية. تمثيل عادي. انا وريت على التمثيل، يعني هما بقى بيريتوا على حاجات تانية دي ماليش دعوه. بصراحة أنا بالنسبة لي على إن اللي كاتبه المفروض مؤلف روائي كنت متوقع- متوقعة حتى أكتر من كده. بس انا حسيت بعد سمعت ان في الحلقة ناس العشرة- انا سمعت ان في ناس بتقول ان برضو جزء كبير من المسلسل ما جاش قوي زي متوقع المخرج برضو. عمرو عرفه. بيتر مين؟ بيتر مين يا عم؟ عارف مين عمرو عرفه؟ مين عمرو؟ بيتر مين؟ اهم حاجه ثقتي عمرو عرفه. مش عارف بقى ده صح ولا غلط، بس يعني انا ماليش طبعا في الافلام لدرجه ان انا كده، بس في ناس كتير بتتكلم عن الموضوع بتقول ان بيتر ميمي ما كانش يليق قوي على النوع دوت يعني. ممكن يعني أنا أتفق بس شوية هو في بصراحه الموضوع. اكتر حاجه حلوه فيه ان هو ظهر ممثلين كتير هتنفع بعد كده. يعني مثلا كفايه قوي ان احمد عبد الوهاب بيتكلموا عليه دلوقتي ان هو يعمل ارض زيكولا، واحنا ما كناش نعرفه من قبل كده. ده بقى ده احسن هيبقى احسن احسن من احمد السقا اكيد. مع احترامي. على فكرة انا اللي ليه عليه سمعت شخصية انا سمعت ان في خبر ان هم غيروا الكاست، احسن. بس ما اعرفش، مش أمين يا متاكد رب. لسه يعني. كان في شان ممثلين كانوا شفتها. على فكرة يا جماعة هم ساعات بيرموا الأخبار دي عشان يشوفوا الرياكشن وما بيبقوش عملوا كاست ولا تنيلوا 60 نيلة. يا ريت. بس معاك ان الموضوع مش مقبول او فعلا ممكن نفسهم. يا جماعة وأنا مش متخيل أصلا الرواية تتحول لعمل، وحاسة إنها هتطلع حاجة بصراحة سيئة. هي هتطلع كده كده حاجه سيئه، بس ما كانتش تبقى سيئه لدرجه ان احمد السقا فيها يعني. يعني تخيل ان احمد السقا مع احترامي لاحمد السقا عشان انا عندي مشاكل من الفيديو اللي انا نزلته. احمد السقا كبير مش وحش بس. على راسنا. مش لاقي. طب قبل ما نخرج من المسلسل نريت المسلسل بالنسبة إن لا اللي لسه كاتبه- هنخرج ليه؟ ايوه نخرج. ليه ما لسه خرجناش؟ انت عايزه ايه تاني؟ هنا؟ ليه نخرج ليه؟ انت عايزه ايه طيب ما تقولي. استنى عشان اتفرجت على حلقه الدحيح. بتاعت الحشاشين يعني. الحشاشين. اتفضل. الدحيح جاب قصتين. اتفضلي. اول قصه زي المسلسل بالظبط مع اختلافات بسيطه في الخاتم عمال بيعمل فعشان مع اختلافات بسيطه في الاحداث، يعني في حاجات حصلت قبل حاجات في قصه الدحيح عن عبد الرحيم كمان. مش اما مجموعة القصه بني ان هو ادمين من وجهه نظره شايف ان هي اوقع ان هو ما كانوش اصحاب اصلا، يعني حسن الصباح والتوسي اتعرفوا على بعض في بلاط الخليفه لان ما بينهم
18 سنه. يعني الطوسي مولود 1080 ونفس الكلام 1020 على عمر والتاني عمر خيام ده جاي من 3 أيوة. ازمنه مختلفه. فان هي ما كانتش منطقيه ان هم الثلاثه يبقوا اصحاب، وده اتعلم في مكان وده اتعلم في مكان. فيعني الموضوع ما كانش منطقي، وان الخلاف اللي حصل ما بينهم بتاع الحسابات، ان هو لما ده قال له، لما الطوسي قال للملك هنعملها خلال سنتين الروشنه اللي حصلت دي ان دي حاجه حقيقيه، دي حاجه حقيقيه، بس هو كان ساعتها كان في القصر كده الطوسي. وده حسن الصباح كان حسن داخل عادي، الصباح كان لسه كان- جديد، بس أيوة، مش كان اللي هم لسه اصحاب بقى ومش ما عارف ايه كانوش وكده اصحاب، يعني. ودي اللي نشأت ما بينهم العداوه بسبب الموضوع ده. وبعد كده بقى حصلت نفس الخناقات اللي قالوا عليها ان هو لما بعدها بقى المفروض ان هو بعدها راح للشده المستنصريه، مش الشده المستنصريه وان هو راح مصر الاول، لا ده بالظبط. حصل بعد الخلافات بتاعه هو تحسي ان الموضوع الصراحة. عامل زي البازل شويه، يعني الترتيبات كلها بايظه. ده غير طبعا يعني ان احنا نقدر نقول ان اصلا بنسبه 99.99999% عمر الخيام ما دخلش قلعه قلموت. ده هو ده كان كان في احتماليه اكبر بقى ان هو اصلا ما كانش عايش في الحقبه دي. بالظبط. ان هو كان مات وشبع موت، ودي أيوه. حسن الصباح اصلا يعني. بالظبط. طيب فيعني هما غالبا عشان كده انا بقول ان انا لو جينا نتكلم عليه، لو هنقيمه كعمل تاريخي 0 او يعني مش 0، 1 أو 2. احترمك شكرا. ماشي. شكرا. لو هنقيمه كعمل درامي تمام. بس انا ممكن اديله مثلا 7 أو 8. وانا نفس 7 من 10 كعمل درامي. اتفضلي فنانه قيميه. كمسلسل افتكري احمد عبد الوهاب. انا 10 من 10 يا فنان ونجمة. يعني هو لسه ما خلصتش المسلسل، بس يعني اتفق معاهم 7.5 كده 8. 9 بس انا ما بحبش الناس كتير بتمثل فيه ومخرجين وحاجات كتير. الاوفرول يعني بتاع العمل بالنسبه لك ايه؟ 0. 0. لا اله الا الله. دراما وتاريخ الاثنين. ما عجبكش اي حاجه في المسلسل؟ اصل بصي يعني عملتها كتير فبطل بقى. كليشيه شويه يعني بصراحه. الاخر 5 حلقات الصراحه يا جماعه لا يا اسطى، لا بقى يعني ما تبقاش طلعتني كل ده يا اسطى وبعدين ما في الآخر عشان- يعني فالحمد عشان لله ما حاجتين بداتوش اصلا من الاول، اللي هو ايه ده يا بجد انتوا شباب. كلكم هنا، طب ماشي سلام. 3 من 10. ليه؟ تاريخا ولا كل لسبب حاجه؟ بس ان هو خلى الناس تفكر تقرا شويه في مواضيع في التاريخ ممكن تكون ما سمعتش عنها قبل كده. الثلاثه دي بس لاجل كده. اللي بعده اللي طيب بعده. معلش ممكن نتكلم بس على عتبات البهجه. هي فين؟ طيب عتبات البهجه دي روايه لواحد اسمه ابراهيم عبد المجيد. الكاتب حلو. الكبير. ايوه لواحد اسمه. لا ما جه اسود. هو اصلا كاتب الروايه تمام. البطل بتاعها رجل 50. ايوه حلو. تمام. فنجيب مين؟ يحيى الفخراني. باينه قوي. منطقي ده زي ارض سيكولا البطل الابيض ايش نجيب مين السقا. منطقي. ما هو البطل بيتولد بعد ما يوصل 25 سنه عندهم. يا جماعه هم بيقيسوها انه وانا بكتب الروايه دي كان في بالي السقا، هو السقا فعلا كان حلو. هو اكيد برضه لما كان بيكتبها كان في باله. فالمفروض ان الرجل ال50 في الروايه، يعني اللي انا قريته عن البريف عن الروايه، ان الرجل ال50 ده بيعدي بمواقف. هي الروايه عباره عن شويه مواقف، ان هو الراجل شايف ان احنا ناخد من كل موقف اوله، ما ندخلش في اي حاجه اكستريم عشان نتبسط بالدنيا. حلو فعلا. حلو تمام. ماشي. فهنعمله ازاي؟ مشهد البدايه الانترو تمام. الانترو كانت داخله كادر داخل على يحيى الفخراني قاعد قدام كمبيوتر طالع لايف على يوتيوب. انا ما اعرفش ازاي جت في دماغه، اقنعه ازاي. مفيش مبرر غير ان هو عليه فلوس. متخيله تمام. انا مش متخيله اي حاجه. هو طب أنا عايز بالنسبه لي أسأل. وهو خواجه عبد يعني القادر. لايف على متخيل؟ لايف على اليوتيوب واقف بيعمل ايه؟ عينك. بيقول للناس دعم؟ بينصح الناس بقى على عتبات. كل يوم يطلع لايف يتكلم على عتبه من على عتبات يوتيوب. البهجه. هو على الاقل والسعادة. الحمد لله انه ما عملهاش على تيك توك، الموضوع كان هيبقى ممكن اقول حاجه؟ طالع بقى في اللايف يا جماعه بقى لايك وشير. لا. سلام عليكم. لا. لايك وسبسكرايب. انا هو قالها بجد. قالها انا محتاجه اتفرج على اول الحلقه حلقه دي. هي يا جماعه أنا احنا هناخد محتاج. الحلقه ديت، ناخد الحته اللي في الاخر ديت ونحطها في اخر الفيديو بتاعنا تمام. بدل ما احنا ما نقول. بجد والله دي جامده. يا جماعه لايك وسبسكرايب. تمام حلو. هل المسلسل انا اتفرجت على اول 3 حلقات بس يا جماعه ما قدرتش. الحلقه الاولانيه كانت مليانه المظات الصراحه. بعدين بيجي مشهد كده تمام. يحيى الفخراني واقف مع الحلقه الاولانيه اللايف اللي كان طالعه كان بيتكلم على قد ايه ان الجيل ده
بقى الفاظه يا حرام. خدشه، نبيل. وان ازاي الشباب بيعكسوا البنات. فبيجي مشهد وهو واقف مع صاحبه الخمسيني تمام، وبتيجي ست كده بتاعت الكشك تتكلم معاهم وهي ماشيه، بيتم رمي افيهات معاكسات قذره اول ما لفت. تمام، احنا لسه في الحلقه الاولانيه. لا بس في فرق، في فرق. ده هي رأيك لفت. صح، مش ما لا. جاتش مشاعرها. صحيح ما جاتش. ونصل بقى لنهايه الحلقه الاولانيه بمشهد لست قاعده في اوضه جميله جدا فيها ديكور هادي وبتسمع موسيقى اوبرا تمام، وتحت في الجنينه عند الكشك فيه عربيه فول وعنبه بيغني وبيسمع صوت الريح الفخراني، ففي خلفيه موسيقى اوبراليه وعنبه بيغني. ده المخرج كان عايشها انه صراع الحضارات والجو ده، بس الصراحه انا بحب عنبه عامه. تمام، بس عنبه مع انه ليه؟ هو انتي الفكره بس في حاجه تانية. فين بقى عتبات البهجه؟ الفكره بس في حاجه تانية، انه اصلا يعني خلينا بقى بعيدا عن العمل العبث ده، ان ده مش اي علاقه بالروايه. يعني الروايه كل الناس اللي قريتها هم غيروا اسماء الشخصيات، غيروا الاحداث كلها. هو بجد هو ما فيش ربع جنيه تشابه ما بين العمل الروائي. انتي ظالمه، خدوا الاسم. خدوا الاسم. لا هو هم كل السنه دي واخد الاسم. لا هو مفيش مجهود لدرجه ان في لقطه كان يحيى الفخراني فاتح فيها انستا بي عشان يشوف حسابه ومعرفش يقفل الابلكيشن، فراح مخبي بايده التانية الموبايل عشان الكادر ما يجيش فيه الموبايل تمام، وراح المخرج نقل الكادر. ايه يا استاذ؟ طب والله طلع لايف على اليوتيوب. طب ما تقفل الموبايل نفسه. لما كان عايز يرن، فهو عايز يخرج من انستا بي ويرن فمعرفش، فراح مخبي بايده التانية. انا ايه طب اعمل كات وعيد، طيب اعملوا اي حاجه. هو لسه هيعيدوا. لا الحلقه الاولانيه دي كانت خطيره، لازم الناس كلها تتفرج عليها. انا مش هتشلل لوحدي ومش هتنط عشان انا الوحيده اللي اتفرجت على المسلسل ده، فلا انا محتاجه الناس كلها تتفرج عليه. ف لو في سالب 10 من 10 نديها للمسلسل ده. انا مش هديله اي حاجه لان انا ما شفتوش، بس اللي سمعته يعني الحمد لله. ما فيش حد عجبه المسلسل. انا مش قابله اللي بيحصل. ده يا جماعه تجربه لا اتمناها للد اعدائي العقاب يعني بجد يعني. فنقفز للمسلسل. استسهال. لا استسهال. انا عندي فكره حلوه. عنبه إيه؟ وموسيقى. عندي فكره حلوه. لا احنا دلوقتي 5 ونعرف نضرب اي حد فينا. اللي يضايقنا طول الحلقه بعد كده يعني نعمل له عقاب، نربطه في كرسي ونتفرج على عتبات البهجه. دي فكره هايله، ده فعلا 5 حلقات. لو قدر يصرفها في 5 حلقات نبقى نرجعه تاني، يبقى كده تطهر. حاجه برضه بقول لك ايه، شوفي جودر مش هتستحملي دقيقتين من تمثيل ياسمين الرئيس واستاذ مش عارفه تمثيل. يعني ايه تمثيل؟ هو عتبات البهجه ما كانش فيها تمثيل. هو في تسبيح. طيب كده باقي فاولتي جودر. هو ايه جودر يعني ايه اي جودر؟ هو ليالي الف ليله. هو اساسا البتاع دي قصه من ليالي الف ليله وليله. مش عارفه انتوا عارفين المعلومه دي ولا لا، بس ليالي الف ليله وليله محدش يعرف اساسا هي مين اسمها كاتبها. ألف ليلة وليلة، مش ليالي ألف اه ليلة. ليالي الف ليله دي ما هي كانت بالليل. هي ألف ليلة. هي كانت بالليل. عادي ما هي ليالي الألف ليلة ما هي قضت 1000 ليلة. هي الليالي لا الاسم بتاعت ألف ليلة وليلة، بس احنا بنقول ليالي اللي هي ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة عادي. عارفه. هم اصلا كده هم مش ألف ليلة وليلة اصلا يعني. هو مش الازمه دلوقتي، بس هو اصلا الكتاب هو محدش يعرف أنا مين اللي نفسي كاتبه. أجيبه والكتاب قوي. فيه قصص كتير قوي. الكتاب عباره عن كل القصص اللي حاجاتها شهريات لشهرزاد. المهم يا جماعه البتاع بيبدا. انا عايزه اعرف اسم بس. جودر ده قصه من ضمن القصص. ثانية واحدة، هي شهرزاد لشهريار ولا شهريار لشهرزاد؟ شهرزاد شهرزاد احكي. ايوه مش شهرزاد دي شهريار اصلا مره واحده. انا استغربت انا قلت خلاص يا عم. لا انا كنت بس عشان انا مش اتلخبطت مش المهم يا جماعه هو انت كويس. المسلسل هو بيحكي قصه واحده من البتاع. هو متقسم جزئين. شهريار بتحكي شهرزاد بتحكي شهريار، يا وفي شهرزاد. النص بيجيبوا قصه جودر. ده جودر ده حد زي سندباد اسمه ايه؟ مفيش سندباد الاعمى. سندباد البحري. سندباد البحري وقصص باقي القصص اللي كانت موجوده في الروايه. تمام يا جماعه، التمثيل بجد ياسمين رئيس واسمه ياسر جلال. ياسر جلال بيمثلهم في الاول. هو ياسر جلال لسه بيمثل؟ يا جماعه يا بنتي بجد كرنج مش طبيعي. انا ما استحملتش، انا كنت قاعده هقطع شراييني. 0 من 10. انت اللي شفتي، في حد شافه تاني؟ ما شافوش يا جماعه. بصوا اتفرجوا الحلقه السادسه وهنادي مهنا طالعه بتاع ازرق فازرق عشان هي حوريه. خلاص يا بيه. او جني. عارفين الجني بتاع علاء الدين؟ بس اللي كان في الحرب العالميه الثالثه.
هو ده القضيه التي اثيرت في مسلسل اعلى نسبه مشاهده. فاطمه فيري اكسايتد للموضوع ده، تمام. فادينا بريف عن المسلسل، بريف. عن فكره المسلسل، عشان اللي ما شافش المسلسل يبقى عارف احنا بنتكلم عليه. اوكي بريف، ها؟ المسلسل بريف. والله بسرعه اهو كام عادي حلقة؟ 10 ثواني. هو كان 15 ولا تمام. 30 مش فاكره اصلا هو انا كنت بتفرج ولما ينزل بتفرج اوكي. بس ده فعلا كان 15. هو كان بيحكي عن اتنين يعني عيله بسيطه في مصر. اوكي. البنت عندها حلم انها تتشهر على تيك توك وكده يعني صورت فيديو مع اختها وفجاه الفيديو انتشر فايرل. اوكي. فالناس حبت اختها اكتر فاختها عملت اكونت لوحدها واتشهرت وبقى يجي لها اعلانات كتير وكده وبطريقه ما دخلت على الطبقه الغنيه مش يعني ما بقتش معاهم بس هي شافت حياتهم عامله ازاي فبدات بقى اللي هو ايه ده انا عايزه ابقى زيهم والجو ده لغايه ما بطريقه ما لان اهلها وباباها ما كانوش موافقين اصلا على حوار السوشيال ميديا كلها فاتضربت جامد وكان المفروض ان هي دلوقتي تقفل السوشيال ميديا بتاعتها واختها الحربوقه اختها صورت لها فيديو وهي بترقص في حنه كانوا كلهم بنات ونشرت الفيديو. اوكي. وفايرل طبعا. طبعا يعني كل البنات اللي رقصوا دي في رمضان. باباها بقى كان عايز يقتلها والجو ده فهي اتجوزت الولد اللي كان بيجيب لها الاعلانات. اوكي. بس كان جوازة يوم ولا حاجه علشان بقى ترند برضو وكده. اوكي. المهم يحصل اللي بيحصل والجو ده وفي الاخر بقى واحد تاني تتجوزه في الاخر بعيدا عن اهلها يعني هربت من اهلها واتجوزته. قال لها بقى ايه غصبها ان هي تعمل اعلان لمنصه ما. اوكي. بيدخلوا بقى يدردشوا مع بعض والجو ده اتحبست طبعا ان هي المحفوظه. بس هل اهلها اتعظوا او اي حاجه يعني كل واحد خد الموضوع ترند بقى والجو ده كل اهلها تقريبا بقى على السوشيال ميديا اصلا اللي بقى داعيه واللي بقى اختها اللي اتحجبت وقعدت تنصح في الناس والجو ده. دي ليلى زي انت عارفه ان هي اصلا طلعت وقالت ان هي يعني ليلى زاهر كشخصيه ليلى على السوشيال ميديا دخلت كتبت بوست او قالت يعني ان هي ضد اللي البنات دي بتعمله عامه وان المفروض اي حد عمل حاجه غلط يتحاسب وان المسلسل مش يعني مش بيقول القضيه انه يا جماعه تعاطفوا مع الناس دي انه لا المسلسل بيقول القضيه وانه لا كل واحد عمل حاجه غلط يتحاسب وهي عامه وجهه نظرها ماشي. وجهة نظر محترمة. الدروس المستفيدة من انا المسلسل بس عندي الدروس المستفاده من المسلسل ولا اي حاجه حرفيا. انا عندي كده بوينت على المسلسل نفسه في الحبكات. انا عمري ما شفت فيديو بيفايرل فهو فيديو واحد يفايرل فسبحان الله تاني يوم يجي لها كامبينز. لما انت لا. ما شفتيش انت لا. الفيديو اللي فايرل اخر يوم رمضان؟ هقول ما شفتيش؟ إيه زي ده بتاع قنبلة الجيل. انا عندي تعليق على الحوار ده. كده ده ايه ده؟ ليلة رمضان بصي واحدة والشيطان بيفك بترقص. الاساور كده تمام كان نازل بيشكل. قرف. ده ايه انا ده؟ بقى عندي مشكله تانية أغنية مع زي حد القرف. طالع بيقول انه الناس اكيد هي واحده بكل ارادتها صورت فيديو معين وهي بترقص على الفيديو الناس اتسخفت عليها بقت سخيفه معاها في الكومنتات فحد طلع قال انه يا جماعه مش معنى ان البنت دي عملت حاجه غلط ان الغلط بتاعكم صح ما ينفعش ده وقعدت تتكلم على الغلط بتاعهم هم في الكومنتات. غلط ايه يعني؟ غلط ان انتوا يعني بتنتقدوها في الكومنتات بتاعتها. لو نقد بس لا نقد عادي. مش شتيمه او كده انا شايف لو ان لا معاها شتيمة أو حق. قلة أدب بتاع. يعني انا والله انا عندي وجهة نظر تانية. اي شيء تنقطه على السوشيال ميديا نوت انترست عشان اصلا كون انت بتكتب كومنت بالظبط. بتسبورت وبتدي هنت الالجوريزم. لا انا مش بتكلم حتى على فكره ان انت بتسبورتي او إيه؟ لا انا ماليش دعوه بده دلوقتي. انا بتكلم فيه ان احنا حتى لو هي بتعمل حاجه غلط احنا نخش ننصحها او نخش نقول ان ده غلط مش نخش نشتم وانت مش عارف بنت ايه وانت ايه. انا شايف ان هي غلط عموما يعني بصراحه. اوكي. انا ممكن اتبهدل على ده بس يعني انا شايف كده بصراحه. انا شايفه ان الجيل ده لو في دايرته مفيش حد يقول له النصيحه دي اي حد من بره هيكتبها له في كومنت ولا اي حاجه هيشوفك ان انت هيتر من الاخر. ماشي يبقى خلاص ما اعملش اي حاجه. يبقى ما تكتبش كومنت. يبقى ما تشتمش. ما تكتبش خالص لان انت كومنتس كتير دي اصلا اكتر فيديوهات بتفايرل دلوقتي. هي قفلت كومنتات. اقول لك انا ما الفيديو بتاعي جاب 1.5 مليون بس اعمل الناس كلها داخله تكتب عصام عمر عصام عمر عصام عمر عصام عمر. وبعدين داخله تقول ان انت ازاي ما السقا ما يعملش. انا في واحده كاتبه راعي احساسه على اساس ان السقا احساسه هيتجرح لما يشوفني وانا بقول هو هيشوفني اصلا. يعني هو هيشوفني اصلا. بصوا يا جماعه احنا كده مجتمع يعني بنحب
نبلور الناس في الفيترينات. فالشخص ده ما دام احنا بنحبه هو الكوبايه دي مضايقاني. بس ارجع واقول برضو القضيه اللي قالها المسلسل، في ناس بتعمل الحاجه اللي سجنت البنت دي، بيطلعوا يعملوا نفسهم سوري والله ما كنتش اعرف، ده اي كلام في الحماده، تمام. لان لو الشخص فعلا ما كانش يعرف، انا مش هستفيد حاجه لو طلعت عملت انت فيديو، يعني ممكن تاخد اي خطوات تانية، لكن بعد ما تخرب مالطه وانت تبقى لميت الفلوس في جيبك تيجي تقول انا ما كنتش اعرف. نعم. وبعدين انت بتاخد فلوس على ايه يعني بجد؟ ما انت اكيد بيجيلك رزق حلو قوي من الموضوع ده، ما شكتش ان في حاجه غلط، ما حبيتش تعرف ايه اللي بيحصل ورا بالظبط. انا عمري بس دلوقتي احنا عايز بس عشان ابقى فاهم معاكم، انتوا دلوقتي بنتكلم على الجزء بتاع الاعلان ولا الجزء بتاع الفيديو ايه بالظبط؟ لا الاعلان عملتها على المنصه ان هي بتاعت اللي هو الإعلان. ما هي كده تمام. كده صح. اونر للمنصه بعيدا عن حتى اونر او لا، انا شايف ان البني ادم طول ما انت بتعمل اعلان انت محتاج على الاقل، ماشي احنا في اعلان انا مش هجرب المنتج ومش هعمل، بس انا كده كده هعمل اعلان، بس على الاقل خالص اكون عارف ايه ده. ماشي تمام. بس هسألك سؤال، لو انا دلوقتي بعمل اعلان لايفنت ما والناس راحت الايفنت وكان في سوء تنظيم من الايفنت، زي كامل العدد. زي كامل العدد. تمام. لكن انا لما ابقى بودي الناس لمنتج انا بتربح منه، يبقى انا شريك مع الناس اللي عامله المنصه دي. كده مش ماشي. بقى اقول يبقى ده كده مش اعلان، ده كده مش اعلان المنصه، ده كده اعلان شخصي. بس هي كانت بتطلع الموضوع كان معمول بطريقه ان انا طالعه بعمل اعلان المنصه، بس هي كانت بتتربح منه مليون في المية. لا بس في فرق برضه بين تتربح منه بطريقه وطريقه ثانيه. انا لا، شريك طب في أنا هقولك المنصه على يبقى انا حاجة. عارف المنصه دي شغاله عن ايه، انما انا في شغل مثلا افيليت او حاجه زي كده لا ما اظن هي ده اللي بتتربح من الفيديو بس ان هي طالعه تعمل اعلان فخدت، لا هي بتتربح نسبه من المنصه، يبقى كده يبقى بس معاكي حق. هي دي النقطه. وفكره وحتى لو برضه فيديو. حتى انا شايف ان هو لا فكره لو فيديو انا بشوف الاساس، يعني مثلا دلوقتي ده مش حاجه غلط، مش حاجه كذا، مش عارف ايه، مثلا بعمل اعلان عن ايفنت ان مثلا يعني كاتب احمد مراد رايح يعمل روايه فيوقع روايه مثلا، فقال لي اعمل اعلان فعملت اعلان، راح بقى ضربوا بعض هناك، ما وقعش ما جاش اتاخر عمل، دي حاجه ما تخصنيش، انا عملت اللي عليا. بس لو انا اللي هوقع مثلا وبعمل اعلان لنفسي ان انا اللي هوقع على روايه مثلا، يبقى انا مسؤول على ان انا اوقع لك على روايه زي ما عملت الاعلان، وابقى مسؤول عن تنظيم حفله التوقيع. معلش ممكن بما اننا احنا بقى احنا ممكن ندي نصايح للاجيال الصغنطوطه او الاجيال المتخلفه. مش هقول متخلفه، هي عشان كبرت بقى، ما هو كل الناس لما بتكبر بتقول على الجيل اللي بعدها متخلف. لا احنا بس متخلفة. اكسبكتيشنز مختلفه. يعني خلينا دلوقتي كله دلوقتي عايز يبقى مشهور، كله دلوقتي عايز ياخد هو على فكره الشخصيه اللي هم بيتكلموا عليها دي كانت تعتبر في جيلنا. انا وريت ده نصايح مش انت دلوقتي اقترحتي ان انت تقولي نصايح، وانت بتقترحي ان انت تقولي نصايح وتسلمينا احنا، يعني انا مش عايز اقول نصايح. طيب فكره انه دلوقتي اي حد دلوقتي مسؤول خلاص هيفتح يعمل فيديو ايا كان الكونتنت اللي هيعمله، يلا بتاع كله عايز يعمل كونتنت، بس انت وانت بتعمل كونتنت انت قدامك اختيارين، يا اما تعمل كونتنت مفيد او كونتنت فعلا كويس وتعمله بامانه، يا اما هتطلع تعمل اللي هما بيعملوا، تعمل الناس تانية تعمل. لو في حاجه انت حاسه انت مش مرتاحين ليها ما تعملش اي حاجه لمجرد الفلوس، قبل ما تسال على الفلوس شوف الحاجه دي مناسبه لمبادئك ومعتقداتك، مناسبه ليك انت شخصيا، مش بس دلوقتي، هل كمان بعد 15 سنه هتندم على الحاجه دي ان انت عملتها ولا لا. يبقى الاساس كده ان هو قبل ما يدخل اصلا السوشيال ميديا يبقى عارف هو عايز ايه وعارف مبادئه اصلا ايه ويبقى محددها. الحاجه اللي انت جربتها وطلعت وحشه وطلعت انت قلت عليها كويسه او ما قلتش رايك بصراحه، دي حاجات انت بتتحاسب عليها، يعني ما بتعملش فيديو بنهفن وبتاع عشان برضو الناس شويه بنحاول نجمل الامور، لا عادي انت بتجامل الكتاب او بتجامل البرودكت بتجامل اي حاجه، فده اسمه كذب ودي حاجه انت هتتحاسب عليها. وفي فرق طبعا بين اعلان وان انت بتعمل ريفيو، ووضح لو هتعمل اعلان لبعيد قوي، المفروض ان انتوا قلتوا ان انتوا هتنصحوا للناس اللي عايزه تبدا، لا او الناس اللي اوريدي بتعمل شغال، ده الناس اللي اوريدي بتعمل. بالنسبه للناس اللي لسه هتبدا بقى، يعني انا عندي كلمه واحده بس، يعني عايز تطلع على تيك توك حتى هلس في محتوى هلس كتير، وانا بتفرج على محتوى هلس، واحنا غالبا كلنا بنتفرج على محتوى هلس، بس في فرق بين ان انت تهلس وان انت تعمل حاجتين تانيين، ان انت تهين نفسك او تطلع بمنظر ما يعجبكش انت لما تكبر. بس مين قال لك انه مش هيعجبك؟ هو ممكن يبقى واحد ما عندوش مبادئ ولا بتاع، مش فارق معاه، فارق معاك هما حرفيا لا، بس مخلفين أظن لما دلوقتي هيكبر ولسه يعني عادي بيعملوا الموضوع ده. مين قال؟ انتوا بتفكروا بالستاندرز بتاعتكم انتوا، مش بتاعتهم هم. ما انا بتهيألي البني ادم اللي هيكبر ويشوف وابنه ويشوفه وهو بيعمل الحاجات دي معاه فلوس وعادي. سؤال بس، لما يبقى في واحد عامل شانل كامله عامل فيها يوميات جوه بيته تمام، اكيد ده ما عندوش اللي هو مش شايفك،
اللي انت بتقوله هو ده. احنا حتى ايوه، ما احنا الناس دي مش بنصحي الناس اللي هو لسه في النوع، هي لسه الناس بتبص على الناس دي وشايفه هي جايبه ارقام قد ايه، فالناس دي هي الرول موديل بتاعتهم. ومش ارقام بس يا طارق، يعني معلش بيبقوا شايفينهم من الاول أرقام بيتهم عامل وفلوس، ازاي، وفجأة وبعد كده الفلوس. انتقلوا فين. الموضوع سهل، الموضوع فيه فلوس، بس الفكره كلها انت هتقف قدام ربنا تقول له انا جبت الفلوس منين. في الملخص انتوا اللي بتدوا الناس دي قيمه، وانتوا اللي بتسحبوا من الناس دي قيمه. بس شكرا. مفيش حد حرفيا على السوشيال ميديا ليه قيمة. انت ممكن انت يبقى ليك قيمة اعلى منه عشان انت بس يعني طالب مجتهد، او حتى طالب عادي بتسعى للعلم، عندك نية كويسة، او موظف اقل من العادي برضو. انما ده حرفيا واحد ماسك الموبايل بيصور بيته، ما اظنش ان انت هتبقى حابه. بالظبط. بس طيب. وايا كان، معلش اخر حاجه، ايا كان انت سنك ايه، لو هتبدا اي حاجه على السوشيال ميديا وري الفيديوهات لاهلك وقول لهم ده ينفع ولا لا، لان هم فعلا بيبقوا عارفين، هيلاحظوا حاجات انت مش ملاحظها، وهيخلوك تروح في اتجاه تاني محترم اكتر، عشان يعني ما تهلست لوحدك. في نهايه الحلقه بقى، طبعا يعني انتوا بتهيألي شايفين ان في جرس محطوط على الترابيزه وشفتوا استخدامه حاليا، بس هو هيبقى ليه استخدام تاني، مش هيبقى في الاسبوع ده، هيبقى الاسبوع الجاي هتعرفوا ان ليه استخدام تاني. تابعوا بقى على الانستجرام علشان في بوست مهم قوي هينزل الاسبوع الجاي. ليه؟ انا ما بحبش الكلام المسيها. كمل انت كلام. احنا احنا براحتنا بنعمل بقى. التلات على باب. ماشي تمام. المهم يعني تابعوا على الانستجرام لا عشان انا بقترح يا جدعان استنوا. طب ما انتوا بتقطعوا، ما انتوا اللي بتقطعوا دلوقتي. البيزنس سبيس بتاعتي ماشي طيب يعني ايه، شويه. السعاده على في بوست هيتنيل، في بوست هينزل على انستجرام، تابعوا البوست دوت علشان هنسالكم فيه على حاجه مهمه جدا هتكون مهمه للسلسله الجديده اللي احنا هنبداها ديت. وطبعا قلنا رايكم في الحلقه ديت، وقلنا رايكم في الموسم الجديد عموما، هل التنظيم كويس، هل الصوت كويس، هل في اي مشاكل عايزين تعدلوها، هل رأيكم الصوت في كويس؟ السيت في اب دوت؟ الباك جراوند صوت نور وهي بتعيط. وحاجات تانية كتير. اي حاجه انتوا شايفين ان هي مش كويسه قولوا عليها، احنا لسه في بدايه السيزون ولسه ان شاء الله هنبدا ان احنا نظبطه. احنا بنبدا صفحه نظيفه معاكي او جديده. هو احنا ليه انت محسين ان احنا كنا بنشخبط في الصفحه الثانيه؟ ما احنا كنا ماشيين في الصفحه الثانيه كويس يا جدعان، برضه مش وحش يعني. مع حق الصراحه. ايه في ايه؟ هو في حد بيوصل في الكونتنت بتاعنا ده في شهرين؟ ايوه، لا للعدد انا ده؟ قصدي في إيه يا جماعة؟ زوايا التصوير. ماشي يعني، اصل انت بتقولي صفحه بيضاء، انا حسيت ان أيوة، احنا الصفحه صفحة. الثانيه خلاص. 100 تعالي في النص هنا. هي بتتكلم كلام. ما انت كده دماغك ما بتتش. يلا نشوفكم الفيديو الجاي. باي. باي.